كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم جميعا يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة السمبوسة ونعرف ازاي نلفها بكل سهولة. احنا منستغناش عنها في رمضان، واي عزومات نحب نعمل كده طبق جانبي حاجات خفيفة. هنعمل سمبوسة وهحشيها لكم كمان شاورما فراخ بطريقة جميلة جدا، وهتخلي اولادك ياكلوها ومليئة بالعناصر الغذائية وكل الخضار فيها. انا بعمل الخلطة بتاعتي صدور فراخ متقطعه مكعبات صغيره، بشوحها على النار مع شويه زيت على معلقه سمنه، واحط عليها بصل مبشور وجزر مبشور وفلفل اخضر متقطع مكعبات صغيره قوي، او ساعات كمان بفرمهم في الكبه عشان ما يبانش خالص. واتبل بقى الحاجات دي كلها على النار كده بملح وفلفل وشويه زعتر بهارات فراخ، بظبط الدنيا خالص واسيبها على النار لغايه ما تستوي، وابدا اجهز السمبوسه بتاعتي. لو انت عندك عجينه السمبوسه ماشي، انا بحب اعملها بورق الجلاش، بيبقى جميل جدا. بجيب الجلاش بتاعي عادي واقطعه سيور عريضه كده شويه بنفس السمك بتاع ورقه السمبوسه، وناخدها زي ما انتم شايفين كده. اخدت الحشوه على الطرف خالص وابدا الف مثلث بالطريقه دي يمين وشمال. هناخد مع بعض كذا شكل مع بعضنا علشان نحفظ بنلف السمبوسه ازاي. ودي ميه بقفل بيها من على الطرف كده زي ما انتم شايفين. اللي في ايدي ده النشا بتاع الجلاش، بتبقى الجلاش اخف كتير من عجينه السمبوسه. انا بحبه عن نفسي قوي قوي، بيبقى طري كده وجميل ومقرمش، مش بتبقى عجينه بتلكم ولا تقيله. بتخزني عندك وتعيني في الفريزر لو هتقعد عندك سنه بحشوتها. الحشوات بقى مختلفه زي ما انت عايز. بنفس الطريقه دي بعملها باللحمه المفرومه برضو، معاها الجزر والفلفل والبصل كلها بنفس الطريقه دي، بس ما بحط الزعتر في اللحمه. هو الفراخ اللي بتحب الزعتر كده بتخلي الطعم جميل. وبرضو ميكس جبن، اجيب ميكس الجبن والبسطرمه وافرمهم مع بعض في الكبه. اهم حاجه جبنه موتزاريلا مع جبنه شيدر مع جبنه رومي تكون جديده، وحبه البسطرمه، ونفرمهم مع بعض في الكبه، وابدا احشي زي كانها لحمه مفرومه. برضو بتبقى جميله جدا في الطبق جانبي كده مع الفطار او السحور كمان. وبالظبط زي ما انتم شايفين بنقفل المثلث بنفس الشكل ده يمين وشمال، بناخد من اول الطرف خالص. تعالوا نشوف كمان طريقه تانية ممكن تعمليها. باخد الطرف ده من الاول واعمله زي مثلث كده في الاول، شايفين المنظر ده، وافتحه زي قرطاس كده واحط الحشوه بيه. لو انت يعني مش عارفه تملكي في اول الطرف خالص، دي تجربتين اللي انت تعرفي تلفي السمبوسه بتاعتك وكده. وتاخد بقى نلف يمين شمال، يا رب يكون عارفه بس اوصل لكم المعلومه لفه السمبوسه. وبالميه ونقفل بنفس الطريقه. تعالوا تاني اهو نعمل المثلث بشويش خالص كده اهو، ونفتح بشويش قرطاس صغنطوط كده عشان نحط فيها الحشوه. الحشوه دي جميله جدا ومفيده، والكميه بتاعتك هتتضاعف، والغذاء طبعا لاولادك ولبيتك حاجه كده حلوه جدا، والطعم هيبقى جميل قوي. وتملي بقى السمبوسه بتاعتك الحشوه عشان يعني تشبع، تبقى مشبعه، وتقفليها حلو بالميه. وعندك بقى رصاص الاطباق بتاعتك، وهتعينيها في الفريزر لو هتقعد عندك شهور او سنه بنفس ده، وتطلعها على قد الكميه اللي انت عايزاها. بتعملي كميتك مره واحده وفرزيها وعينيها في الفريزر وتاخدي في اي وقت. عايزه تحمرها، هنعمل تجربه دلوقتي. نحمر حبه كده صغيرين، شويه زيت كده زي كانك هتقلي بطاطس يعني، ولا كتير قوي ولا قليل قوي. واول ما الزيت يسخن نهدي النار شويه ونحط السمبوسه ونقلب على كل جنب علشان هي ما تتحرقش منك. هي الجلاش بيستوي بسرعه وبتحمر بسرعه، والحشوه اصلا مستويه يعني مش هياخد وقت خالص. نهدي النار عشان تتحمر تحميره حلوه. عاوزين اللون الذهبي الحلو، هوريها لكم دلوقتي وتشوفوا القرمشه الخطيره. شوفوا الجمال واللون، هتلاقيها بقى معاكي تحفه جدا. ودي خلاص اللي انا هفرزهم معاهم في الفريزر، كاتبه عليهم دي سمبوسه فراخ عشان لما اعمل انواع سمبوسه تانية تبقى ما يتلخبطوش مع بعض، وانت عارفه انت ايه اللي في الفريزر عندك. شوفوا الجمال، شوفوا حلاوتها، شوفوا الجلاش مورق ازاي، مقرمشه ومورقه كده من جوه، حاجه كده جميله عسل، وريحتها خطيره جدا. هنشوف واحده تانية وهي مقرمشه كده. الله على الجمال. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.